لا جايز هو يا فندم بيسعى السيد الرئيس الى انه هو يحاول انه يكون توفيقي، يعني رئيسا لكل المصريين، فبيمد خطوطه مع كل التيارات بنوع من التسويات البسيطة إلى أن يستتب به الأمر ويقدر بعد كده هو يقود السفينة بالشكل اللي هو عايزه. ولا حضرتك كنت ترى أنه من اليوم الأول يحدد خطوطه يعني؟ تمام. من 70 سنة من 70 سنة الدبابات حصرت القصر الملكي في حادثة 4 فبراير. أيوه. وقالت للملك احنا هنسقط ملكك اذا لم تستدعي النحاس باشا علشان يبقى رئيس وزراء. ايوه. الملك لقى نفسه بين ان هو هيضيع وبين انه يستدعي النحاس، فاستدعى النحاس وقال له اتفضل امسك رئيس وزراء، اعمل وزارة ائتلافية تجمع الاطياف الوطنية والقوى الوطنية، وزارة عظيمة. فرفض مصطفى النحاس هذا العظيم، رفض، قال انا موافق ان انا اتولى الحكم على ان تكون وزارة وفدية خالصة. يا عمي وحدة وطنية وتألف وطني وما ينفع، ما يصحش كده. قال لا، انا لا اريد في هذه المرحلة الصعبة شركاء متشاكسين. يعني لو كان رئيس البلاد جوه فريق يعني الرئاسة، لو كان رئيس البلاد هو فضيلتك كنت من البداية تفصح على أن أنا أريد أن تكون حكومتي هي الحكومة من التيار الذي أنا أؤمن به حتى أتحمل مسؤوليتي. لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. إيه؟ لا ممكن يبقوا تكنوقراط ما فيش مانع، ممكن يبقوا من التيار بتاعي ما فيش مانع، ممكن يبقوا ناس، بس المهم انها تبقى مجموعة يعني مش متربصة، مش متشاكسة، مش متضاربة، يعني فيها تناغم يعني. بالظبط. مش بالضرورة ان انا اجيب ربعهم من الوفد والتجمع وربعهم من اليسار وربعهم من اليمين. يعني حضرتك مرة تانية تخشى انه السلوك الاسترضائي يؤدي الى صيغة غير قابلة للنجاح وتنفجر في نهاية الامر. وهو ده بالظبط اللي انا خايف منه.